على إثر مثول رئيسه وعضوي مكتبه التنفيذي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، نفذ الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة. كأمنيين وكاتحاد وطني لنقابات قوات الأمن التونسي حصلنا شرف اللي الناس كل خافوا منه، نحن أشرنا له بصبعنا، حطينا صبعنا على موقع الداء، ألا هو بعض القضاة المفسدين، ما نقولش كل، البعض، ونحن لهم بالمرصاد، وعاشت تونس وما دام ثم رجال في البلاد هذه ما تخافش عليه، نحن ماناش داخلين في التصعيد ولا حاجه، لكن لكل حادث حديث. عدد من أعضاء النقابة المحتجين أكدوا على أهمية موقفهم في التصدي للقضاة المفسدين حسب وصفهم. شاركوا في الوقفة الاحتجاجية مع سي جويني، فوالا نمثل ولاية سوسة، دونك عندنا تشكيات، عندنا مدة من رئيس المنطقة بن سوسة مساندته معناتها لجان حماية الثورة والأطراف المتطرفة في المنطقة هذه هو ولي سوسة. قدمنا عدة شكاوى ما وصلت، ما أعطت حتى شيء. عملنا مظاهرات وعملنا مظاهرة كبيرة وحطيناها في صفحة جبهة الإنقاذ بسوسة، ولكن ما أعطت حتى شيء. بعض المشاركين من الجهات جاءوا لدعم الوقفة الاحتجاجية واشتكوا من بعض الأطراف بجهتهم مبدين مطالبهم. مطالب أمنية عندنا، سورتو المساجد في سوسة معناتها فريمون تم احتلالها بالكامل من المتطرفين، وعندنا حتى عناصر من القاعدة نعرفوهم من القاعدة مسيسة جدا متطرفة من أنصار الشريعة. المحتجون وصفوا ما يتعرض إليه المتهمون اليوم بالملاحقة على خلفية آرائهم، وقالوا إن ما خفي على عدسات التصوير أكبر. إذا كان مش الكل هي محاكمات رأي، خاطرش نعرفهم اللي تم إيقافهم، فهمت، كلها محاكمات رأي. يستغلوا في المحاكمة هذه في تونس عاصمة، يعرفوا الإعلام الكل في تونس عاصمة راهي فما محاكمات بالجملة في الجهات الداخلية. تو أعطيتكم مثال نتاع علاء الدين خليج، ما فماش كان علاء الدين خليج، فما ناس في الحبوسة في الجهات الداخلية ويستناو في المحاكمة، أمنيين ومواطنين عاديين ومناضلين سياسيين. لأنه يعتبر العمل النقابي الأمني خاصة من أهم إفرازات الثورة التونسية، فإن تداخل القطاعات قد يؤدي إلى تنازع الصلاحيات بين سلطة وأخرى، وهو ما قد يفسر التجاذبات التي تشهدها الفترة الانتقالية.